السلام عليكم أصدقاء سندباد، يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم من تاني في رحلات دهب الجميلة، وطالعين رحلة تانية مثيرة جميلة نستكشف فيها الكثير من جمال وحلاوة دهب. احنا دلوقتي في العباسية قدام برج مصر للسياحة، وركبنا الأتوبيس مع بعض واتحركنا ووصلنا في وسط الجبال الجميلة ديت. طبعا طريق دهب جميل، كله جبال جميلة. الطريق طويل شوية، بس من حلاوة الطريق والجبال انت بتحسش بالسكة ولا المسافة قوي. وطبعا ممكن تنام شوية في الأتوبيس لحد ما يصبح الصبح عليك وتوصل لمنطقة الجبال الجميلة دي. المهم خلصنا الرحلة بتاعتنا ودخلنا فندق نيو سفينكس. الفندق ده 4 نجوم مميز على المشاية على طول. طبعًا كان الفندق الreception بتاعه زحمة جدًا من الناس اللي هُم كان فوق كامل معانا، وكان الشنط موجودة، وده الreception منطقة الreception ودي منطقة الغرف بتاعته. لمّا غيّرنا هدومنا وبدأنا نخش الغرف بتاعته عشان نورّيها لكم. الغرف زي ما أنتم شايفين كده بتبقى مميزة جميلة، باللون الأبيض والأزرق، لذيذة جدًا. إحنا دلوقتي داخلين الغرفة مع بعض أهو. بنفتحها. هي النظام في دهب قديم شوية، بتفتح الغرف بقى بمفتاح وكده، يعني مش كل الفنادق اللي بتبقى زي شرم الشيخ بتفتح بكارت ومغناط. دخلنا الغرفة مع بعض. الفندق بسيط، ظريف، نضيف زي ما احنا شايفين كده. الغرفة واسعة، كانت غرفة دبل تسع سرير وممكن تسع 3 سراير. لذيذة جدا، فيها التلفزيون الليد زي ما احنا شايفين، وفيها التلاجة الميني بار اهي قدامنا، وفيها التسريحة بالتلفزيون جميلة جدًا. وفي أرضي وأول وتاني. وده الدولاب بتاعه، وده الحمام. الحمام برضه كانوا سايبين لنا شامبوهات، في سخّان في الحمام. الدُش ممتاز، لأ نضيف جميل، على البحر على طول، وهنشوف الكلام ده كُلّه بعد كده. ده هنا دولاب تغيير الملابس، والغرفة كانت أرضي وتشوف البحر. تعالوا بقى نورّيكم المنظر من برّه. كنا في شهر 12، فكانت الدنيا برد شوية في الظل، لكن الشمس الجميلة المشرقة بتاعة دهب ما بتحسكش بالبرد أبدا. المكان جميل رائع، فيه النخل الجميل زي ما احنا شايفين كده. طبيعة خلابة، وده اللي بيتميز بيه هي دهب. ومنطقة المشاية أصحابنا زي برضه منطقة شرم الشيخ، منها طريقين: طريق ظهر الفنادق اللي احنا دخلنا منه الفندق، والطريق التاني على وش الفنادق اللي هو وش البحر. كل الفنادق اللي على المشاية بتشوف البحر زي ما احنا شايفين كده. وده طريق المشاية، طريق موحد بيطل عليه كل الفنادق اللي بتبقى على المشاية. وكل فندق بيبقى ليه الكافيتيريا اللي احنا شايفينها اللي انا دخلتها دي. دي واجهة الفندق بتاعنا، وواجهة بقية الفنادق برضو على المشاية. كل فندق ليه كافيتيريا وليه قعدة جميلة على البحر، وليه أماكن بقى لعب البينج بونج والبلياردو وهكذا. طلعنا بقى ال الكافيتيريا الجميلة اللي مكتوب عليها بالفرعوني بقى، والمناظر الفرعونية اللذيذة، الرسومات الفرعونية، عشان برضو طابع المصري الأصيل بتاع الفرعوني، عشان نفرجكم على منظر البحر. وفعلا كان تحفة، انتوا شايفين المنظر. المنظر فعلا مش محتاج حكاية. كان الشمس مدفية الجو، لكن برضو كان فيه هوا منعش جميل لذيذ. وكانت القعدة جميلة، وتميز من العادات العربي البسيطة. دهب كلها جمالها في بساطتها وبساطة القعدة، والقعدات العربي اللي فيها، وجمال الشمس وروعتها اللي بتدي إضافة للبحر كده، بيبقى متلألئ زي اللؤلؤ بالظبط كده. في دهب الجميلة كان منظر حكاية. وده بأصدقائنا مش بس الفندق، لأ، بدأت على طول أول رحلتنا. ركبنا ميكروباص من قدام الفندق، وأول طلعة كانت في منطقة اللاجونة. طبعًا برضه ركوبتك الميكروباص أو الوسيلة اللي أنت بتوصل بيها للمكان، هي في حد ذاتها فُسحة جميلة، بتتفرّج فيها على طبيعة دهب الخلابة من الرملة والبحر والجبل. متعة جميلة. والبحر الأحمر كمان متعته خطيرة. ودهب فيها أنشطة جميلة، وفيها ممارسة رياضات جميلة جدًا، زي رياضة ال التزحلق على الماء، ورياضة الخيل، ورياضة الجمال. هتلاقي ناس كتير كده جمال مثلًا قدّامك، هتلاقي ناس بخيول قدّامك، هتلاقي كده عربيات اللي هي ال4x4 اللي بتخش الصحرا بتعمل سفاري بالناس. طول ما أنت ماشي بتلاقي مناظر مسلية جميلة.
في دهب تسلّيك. هنا الخيول أهي الجميلة أهيّة والعربيات ال4x4 كانت قدّامنا، الشمس الرائعة. بصراحة طبيعة دهب أصدقائنا خلّابة جدًا، اللي يحب الرحلات والفُسح ما يقعدش بس في الفندق زي بقية البلدان اللي ممكن تكتفي بقعدتك في الفندق. هنا القعدة بسيطة جدًا، الناس في منطقة اللاجونة بتفرش زي يعني حاجة كده تقعد فيها على البحر، واللي عايز يركب خيل واللي عايز ينزل البحر. مكان جميل جدًا والشمس كانت دافية والمَيّة حلوة جدًا. طبعًا اتصوّرنا صور لذيذة جدًا على منطقة اللاجونة، وكان الجو تحفة ومميز الحقيقة. كانت رحلة لذيذة جدًا، واللي عايز ينزل المَيّة نزل، وكان انبساط جميل. مش بس كده، أصحابنا لسه رحلة دهب مليانة مفاجآت وحاجات كتير جدًا. تابعونا عشان لسه عندنا كتير ليكم، وما تنسوناش بالاشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرًا جزيلًا لمتابعتكم، والسلام عليكم.